انا مش قادر، يعني لازم بدي انا مساعده، انا مش قادر اصمد لانه استفزازات كثيره بتجيني، بيجوني يسام، بيجوني على درجات بوليس، بيجوني كثير اشياء اللي انا مش قادر ولا استطعت اتحملها. عندي الاولاد بتنطوزوا بالليل مصروعين، ما بيعرفوش يناموا. برضو امي بتطلب مني انه قبل ما احرك نفسي لازم هي الاول احركها، لأن انا بديش تعيش الجراح، لانه عندي اخوي 35 سنه اللي اولاده عايشين عندي، عمره 35 سنه جاء دوم ليف ومات. قالت لي اما بديش اشرب حصرته. وخوات الي برضه خوات ثنتين، واحده اندهست بسياره بطون، وواحده ماتت بالمستشفى، وابوي برضه كمان توفى. يعني الحمد لله المأساة، الحمد لله، حمد وفضل الله. يعني الحمد لله احنا خلقنا شعب جبارين، وتسمينا بالشعب الجبارين، تلقبنا في هذا اللقب، ومستحملين، وما اثرش علي الشبابيك ولا اثر علي اني من دون كهرباء. يعني لليوم عايش، احنا بال 2014 لليوم عندي ضواي بخزنها وبضوي، مش عيب هذا ولا عار. اما العيب انهم يهدولي، اني اشوف اطلع الصبح الاقي ظهري شوم تراب، وبقولوا لي اكوى اصمت. شو بدي اصمت لما بدي الصبح اصبح لابس لواعي الشغل ورايح على شغلي، وكل اللي بيشتغلوا معي 7 يهود بدهم يقولوا لي بوكر توف. انا بدي افهم، فهمت بوكر، اما التوف هذه شو بدي افهمها وانا عايش تحت حمايه اسرائيل. انا مش قادر، يعني عشان هيك يعني بقى قرار بعد تفكير عميق، بعد تفكير سنين، وهذا القرار الوحيد اللي رايح يساعدني. او بتامل من بعد هذا الحدث اللي انا رايح ناوي ان شاء الله اصمد فيه، انه ان شاء الله تبقى اخر بيت بنهدم بعرب ال 48. لانه اذا ما كانتش جظه من النقب لا حتى الجليل ولا نعمل شيء. حتى لو كل بلد عملت خيمة لحالها هذا لا يساعد إذا ما تمتش وقف جامدة، صرخة جامدة. لأنه اليوم عندي قبل بكى عند أخوي رامي للداوي، وقبله بكى عند صاحبي أحمد للداوي، والدور علي، وفي بعضه غيري. يعني خلص بدنا وقفة جامدة، بدنا من كبيرها لصغيرها، لازم بدها خلص لازم هذا القانون يتغير. فيش دولة فيها قرار هدم بيت مواطنيها، فيش. برضو بدي كل الموجودين هنا من المسؤولين، حتى لو انه كان عامل، يفحص هذا الموضوع. فيش دولة سواء بدول العربية او بدول الاجنبية، فيش دولة بتهدم لمواطنيها اللي عندنا. ليش؟ لانه مفرقين، فيش صرخة، فيش صعود لهذا الاشي. بنستنى دار فلان تنهد، وبنستنى تيجي دور فلان، وبنستنى تيجي دور فلان، والله اعلم ونو. مع انه برضو بيوتكم الامنه اللي داخل البلد، اللي بوسط البلد، الدار اللي بوسط البلد برضو مهدده بالهدم، بس مش شاعرين فيه لانه بيجوا فينا تدريجيا. وخلص انا ان شاء الله انها راح تبقى جثتي هي جثه اخر سقوط بيت بعرب ال 48. بتامل من ربي المغفره، وبتامل كل الموجودين يدعوا لي بالرحمه، لانه انا اليوم بيجي بوليس بفوت علي، فوت بكل يعني اللي قهرني بكل، يعني بطلع الاسلوب بكل اني عامل. شو عامل؟ قال انا عامل وبنفذ. انا بديش، انا كويفلي افن انا كموخة عفيت ماشي الا خاطر كبلانش الخاطر عسى قامني ماشي ريم لاني عسى. قلت له افل كانت تسودك تهروس افل تحكي عشان خيم يموتوا، تحكي تخطف حفظ دا تخطف لهم عادش يموتوا. انا خيم عادش يقتلوا 30 اللي بايا تهروس انا شان برحفوت اللي بايا
ياش لا ربيحه فريم يهوديم وفتحوا لي تبى تمشي لهم لو فتحوا لي حد اسري بندام لو فتحوا لي لنخيم لي يلديم انا ولاد بتنطوز الدنيا انا بتنطوز انا وانا صاحي هون ببكي اتنطوز شايف كلهم تنطزوش تخافوش بكذب ومع انه ديننا ممنوع الكذب فيه صرت اكذب على الاولاد تتنطوزوش تخافوش انا معكم انا بينكم وانا اللي بتنطز قبلهم فتحت الباب بكت بالحمام فتحوا الباب جفلت باب الحمام صار يخوف فيي رعب صار باب الحمام بالنسبه لي خلص مش قادر انا بطلت اعرف شو نسيت حياتي كلها يعني